السلام عليكم ورحمة الله. من هو الشيخ الألباني رحمه الله؟ هو أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. ولد بدولة ألبانيا سنة 1914 ميلادية في بيت متدين محب للعلم والدين. هاجر رحمه الله مع والده وفي الخامسة من عمره إلى دمشق فرارا من النظام الشيوعي الذي كان يضطهد المسلمين هناك، فنشأ في الشام وتربى بين مساجدها ومدارسها، وكانت له غرفة في مكتبة الطاهرية بدمشق يقضي فيها أيامه ولياليه بين الكتب والمخطوطات باحثا ومنقبا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كرس الشيخ حياته لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان باحثا محققا مدققا، عرف بدقته في التمحيص ونقد الأسانيد، حتى صار من أشهر علماء الحديث في القرن العشرين، واعتبره كثيرون مجدد هذا العلم في عصره. زار رحمه الله عددا من الدول لإلقاء المحاضرات والدروس، من بينها السعودية وقطر والكويت ومصر والإمارات وإسبانيا وألمانيا وأستراليا ولبنان وغيرها، فانتفع الناس بعلمه أينما حل. كما تتلمذ على يده عدد كبير من طلبة العلم، صار الكثير منهم من العلماء والباحثين البارزين في الدراسات الإسلامية. ترك الشيخ أكثر من 300 مؤلف بين تأليف وتخريج وتحقيق وتعليق، من أشهرها سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ورغم انشغاله بالعلم لم يسلم من الابتلاء، فاعتقل مرتين في دمشق، إحداهما سنة 1967 ميلادية في قلعة دمشق، وهي نفس القلعة التي سجن فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال إلى عمان بالأردن، حيث واصل مسيرته العلمية، حيث وافته المنية عام 1999 ميلادية، بعد حياة مليئة بالعمل والبذل لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الشيخ رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.